يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير علشان دوت بيفرق معايا جدا في المحتوى اللي بقدمه. بيبدأ فيلمنا النهاردة ببول راجل أعمال بيكون فتح مشروع من مشاريعه الصبح، وبالليل وهو مروح مع مراته بالعربية بيكلم فرانك الحارس بتاعه بيقوله ما يحرسهوش النهاردة يعني ويروح لأن هو عايز يقضي وقت مع مراته. وبعدين بيلاقي عربية ماشية وراه فبيكلم فرانك على أساس إن هو العربية اللي ماشية وراه ديت، ولكن فرانك بيكون سمع كلامه ومشى ودي عربية حد تاني ماشي وراه. وبعدين بيوصل بول بيته وبيلاقي هناك عصابة مسلحة وبيكون معاه فرانك على التليفون وبيقوله ما تطلعش من العربية لحد لما اجيلك، ولكن بول بيطلع يدافع عن مراته وعياله وبيتقتل وكمان مراته بتتقتل. وبيوصل فرانك بعد ما اتقتلوا وبيقتل في العصابة وبيقول للخادمة اللي بتكون لسه عايشة هي واولاد بول الاتنين تاخدهم وتمشي، ولكنها بتاخد واحد بس وبياخد فرانك ابن بول التاني وبيهرب بيه. وبيكتشف ان ورا اللي حصل هو رجل اعمال شريك بول، وبتروح الخادمة تحط الولد في ملجأ وفرانك بياخد الولد التاني يربيه. بعد 25 سنة بيكون الولد ده كبر واسمه تشاد وشغال مدرب كاراتيه ويوجا، وفرانك بيقوله ان هم هيسافروا على هونج كونج وبيروح على مقهى هناك على طول. وبتيجي واحدة تاخده على اوضتها لان هي بتكون فاكراه صديقها لان هو شبه نسخة منه، وبيجي صديقها دوت ويضرب تشاد ضربة بيفقد فيها الوعي. ولما بيفوق بيلاقي فرانك والشخص دوت اسمه أليكس، وفرانك بيقول لهم ان هم اخوات توأم وبيبدأ يحكي لهم عن قصة موت ابوهم على ايد 2 رجال اعمال، واحد اسمه كريفنت والتاني اسمه زانج، وان هم دخلوا في مشروع مع والدهم ولما اخدوا منه اللي هم عايزينه قتلوه هو ومراته، وكان هيقتلوا اطفاله كمان ولكن ما لحقوش. وبيوريهم صورة ليهم وهم صغيرين كعيلة. تاني يوم بنشوفهم على مركب في البحر وبتقف جنبهم مركبة تانية بينزل منها اشخاص اصحاب أليكس بياخد منهم فلوس وبيسلمهم عربيات مرسيدس بيكونوا بيعملوا عمليات تهريب يعني. وبيوصل البوليس البحري والناس دول بيفتكروا ان أليكس سلمهم للبوليس، وبيحصل اشتباكات بينهم على المركب بالاسلحة وبيضربوا نار على بعض، وأليكس وفرانك بيتخلصوا منهم وبيوقعوهم في البحر وبيزودوا سرعة المركب ويهربوا من البوليس، ولكن السرعة مش كفاية فبيروح فرانك وتشاد يرموا العربيات في البحر ويولعوا فيها، وساعتها البوليس بيتوقف عن مطاردتهم وبيهربوا. بيروح على مطعم شعبي في هونج كونج علشان يتغدوا سوا، وتشاد بيبقى قرفان ياكل الضفدع وبيتريق عليه أليكس ويقول له ما تسترجل يالا شوية. وبتقول لهم صاحبة أليكس ان مفيش اثبات ضد جرائم جارفنت وزانج، ولكن فرانك بيقول لها ان هو كان موجود ساعتها وشاف كل اللي حصل، وزانج وكريفتن ما اتكلموش غير بالسلاح والقتل، وبتسيبهم وبتمشي. ولكن أليكس بيروح وراها وبنعرف ان هي شغاله سكرتيره عند جيرفنت، وبيطلب منها أليكس ان هي تتاكد من الموضوع دوت من غير ما حد يعرف او يكون في خطر عليها. وبعدين بنشوف تشاد في المدينه وبتيجي عصابه تاخده بيكونوا فاكرينه أليكس، ولكن بيحاول يقول لهم ان هو أليكس ده اخوه، ولكنهم بيهددوه بالسلاح وبياخدوه معاهم. والعصابه ديت بتكون تبع سانج وبيتكلم معاه وبيكون فاكره أليكس برضه، وبنعرف ان أليكس شغال معاه في التهريب السيارات والمخدرات، وبياخده يوري له عصابه تانية وبيقول له ينفذ له عمليه ان هو يستلم شحنه من المينا ويوديها اليخت بتاعه، ولكن تشاد بيقول له ذهب للجحيم. فبيتضايق سانج وعصابته بتتدخل تضرب أليكس وهو بيهزم 2 منهم، ولكن التالت بيكون الحارس الشخصي بتاع زانج واقوى من تشاد فبيضربه جامد ويهزمه، وبيبص زانج عليه كده وهو مرمي على الارض وبيسيبه ويمشي. وبعدين بيروح لفرانك وأليكس وكلهم بيبقوا مستعدين للقضاء على زانج وجريفتن والانتقام لموت ابوهم. وبعدين بيكون على مركب في البحر وبيكلم أليكس صديقته، وبنعرف ان هي كانت هتتمسك من مسؤول الامن وهي بتدور على معلومات في الارشيف بتاع جريفتون، فبيقول لها أليكس تاخد بالها المره الجايه، وبيقول لها ان هو هياخد اخوه في رحله صيد وبيروح على فندق قديم مهجور في جزيره على البحر، وبيجربوا الاسلحه علشان يضربوا رجاله زانك وهم بيستلموا الشحنه اللي قال عليها زانج لتشاد لما كان فاكره أليكس. وبالليل بياخدوا الاسلحه وبيتسللوا جوه المينا اللي بيكون متسيطر عليها من رجاله زانك، وبيدخل أليكس جوه وبيستناه تشاد بره علشان يحمي ظهره، لكن تشاد بيبهدل الدنيا بره وبيكشف وجودهم في المكان وبتبدا حفله ضرب النار، وأليكس شغال بيقتل في العصابه اللي جوه. تشاد كان هيتقتل ولكن فرانك بيلحقه وبيقتل الراجل اللي كان هيقتله من مكان عالي بسلاح قناصه، وبياخد أليكس عربيه ويهرب هو وتشاد من المكان. وفرانك بيفجر القنابل اللي كان زارعها أليكس اول لما دخلوا بجهاز لاسلكي وبيفجر المكان كله، وبيروح يقابل صديقته وبتقوله ان هي بقالها 5 سنين شغاله مع جريفتون وهو راجل شريف وما شافتش منه حاجه وحشه. بيقول لها كمل بحث، وقبل لما يمشي بتقوله ان جريفتون راح اجتماع عمل النهارده بالليل في النادي بتاع زانك، وبيروح أليكس هناك بالليل ومعاه صندوق فيه خمره استغفر الله يعني، وبيقول للحارس ان السيد زانج كان طالبه. وبيكون جريفتون بيتكلم مع زانج في الاجتماع عن مصنعهم اللي اتدمر امبارح، وفي نفس الوقت بنشوف فرانكو وهو بيوري أليكس جهاز لاسلكي زي اللي فجر بيه القنابل امبارح وبيغمز له كده. وبعدين بتوصل الخمره لزانج فبيطلب ان هم يجيبوا له أليكس، وبنشوف تشاد لابس نفس اللبس اللي أليكس لابسه علشان يبان ان هو يعني، ومعاه نفس صندوق الخمره برضه. ولما بيروح الحراس علشان يجيبوا أليكس بيلاقوا في وشهم تشاد وهم طبعا بيفتكروه أليكس، والصندوق
والصندوق اللي معاه بيطلع فيه متفجرات بيفجرها فرانك في الحراس، وتشاد بينبطح على الارض علشان ما يتصابش. وهنا اليكس وتشاد بيضربوا باقي الحراس، وبيعرف جريفتون وزانج ان هما 2 توأم، وبتنفجر قنبله تانية في المكان ويهربوا بسرعه كلهم. وصديقه اليكس بتتمسك تاني من مسؤول الامن وبيفتشها، ولكن مش بيبقى معاها حاجه وبتسيبها تمشي، وبتروح تكلم تشاد في التليفون بتقول له ان هي لقت وثيقه تخص ابوهم في ملف جريفتون. وجريفت وزانك بيكونوا سامعين الكلام اللي هي بتقوله عن طريق ميكروفون زرعته مسؤوله الامن في هدومها وهي بتفتشها. وبعدين تشاد بيقول لها تروح على بيت اليكس، وهم هيروحوا لها على هناك وبيدوروا على اليكس وفرانك ولكن ما بيلاقوهمش. بياخد المركب ويروح بسرعه لصديقه اليكس، وبيرجع اليكس وفرانك وبيعرفوا ان هو اخد المركب لكن ما بيعرفوش السبب. وصديقه اليكس دانيل بتوري المعلومات اللي معاه لتشاد، واليكس بيتصل على التليفون وبيعرف ان اخوه مع صديقته، وبيجي في باله حاجه تانية غير اللي بيحصل وبيطلب يكلم اخوه بسرعه. ولكن في اللحظه ديت بتوصل عصابه جريفت للمكان، ولكن دانيل بتشوف الست اللي فتشتها بتعرف ان هم عرفوا، وبتطلع هي وتشاد من مخبأ سري في غرفه اليكس، ولكنهم بيلاقوا رجاله جريفت في وشهم وبيطاردوهم هم وباقي العصابه في المدينه، وبيدخلوا في وسط السفن في الميناء والعصابه وراهم، فبينطوا في الميه وبياخدوا المركب بتاعتهم ويهربوا. والعصابه بتاخد هليكوبتر وبيطيروا وراهم، ولكنهم ما بيقدروش يعرفوا مكانهم لان بيكون في سفن كتير في البحر. فبيرجعوا واليكس بيكون متعصب جدا لانه بيكون فاكر اخوه بيلعب مع صاحبته استغمايه، وبيوصل تشاد دانيل بالمركب للجزيره اللي هم قاعدين فيها. ولما بيدخلوا اليكس بيكون متعصب جدا، فبيحاولوا يهدوه ويفهموه ان الموضوع مش زي ما هو فاكر، ولكنه بيكون سكران فبيضرب دانيل، وتشاد بيضربه علشان يفوق، ويفضلوا يضربوا في بعض لحد لما فرانك بيوصل وبيوقفهم وبيقول لهم ان هم هنا علشان يحاربوا زانج وجريفت مش علشان يحاربوا بعض. ولما بيصحوا تاني يوم بيلاقي رجاله زانج هجموا على المكان ومعاهم هليكوبتر، وبياخدوا فرانكو ودانيل وبيسالوه عن مكان اليكس وتشاد، ولكنه بيقول له ذهب للجحيم. وجوه في الغابه تشاد واليكس بيخلصوا على الرجاله اللي كانوا بيدوروا عليهم، وبيدخلوا للبيت علشان ينقذوا فرانكو ودانيل، ولكنهم بيكتشفوا ان هم مش موجودين والعصابه اخدوهم بالهليكوبتر. وبيروح زانج لكريفت ويقول له ان هم يمسكوا تشاد واليكس النهارده، وبيكونوا بيعذبوا فرانكو ودانيل علشان يعرفوا مكانهم. في الوقت دوت بيكون تشاد واليكس وصلوا لهم، وبيشتغل بقى ضرب النار. وبعدين بيتكلم معاهم جريفت في السماعات بتاعه المكان، وبيسمعهم صوت فرانكو وهو بيتعذب علشان يروحوا ينقذوه، وهو يستناهم ويخلص عليهم. وبيتظهر قدامهم ان هو قتل فرانك، فبيتعصب تشاد ويروح علشان يقتله. وبيتواجه اليكس مع واحد من الحراس وبيخلص عليه، وتشاد بيكون واجه الحارس القوي اللي ضربه في الاول دوت، وكل واحد بيفرض عضلاته على التاني وضربه من ده على ضربه من ده لحد لما تشاد بيضربه كام مره ورا بعض، وبيزق على سلوك الكهرباء وبيتكهرب وبيموت. وبيحصل ماس كهربائي في المكان وبيحصل حريق، وبيفكروا ان تشاد واليكس ماتوا. وبيوصل اليكس وهو يشتبك مع مسؤول الامن وبيخلص عليها. بعدين بيروح زانج وجريفتون وتشاد، بعدين بيروح لزانج وجريفت، وتشاد بيحرر فرانك دانيل، وزانج بيجري على اخره ولكن اليكس وراه ما بيسيبوش، وبرده جريفت بيجري على اخره وتشاد وراه، واليكس بيزق زانج، وزانج بيقعد يترجاه وبيقول له ياخد كل ثروته ويسيبه، وبيقول له كمان ان جريفتون السبب في موت ابوه، ولكن اليكس بيفكره بوالدته وبيرميه من فوق وبيقع يموت. وجريفت بيركب جرار وبيحاول يرمي حاويه على تشاد علشان يقتله، ولكن تشاد بينط في الميه، ولما بينزل جريفت ويروح يضرب عليه نار بيكون تشاد ركب الجرار وبيرمي عليه الحاويه وبيموت. وبيتقابل اليكس مع تشاد وبياخده بالحضن ومعاهم فرانكو ودانيل، وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على الانستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.